هي الفتة المصري. هنعملها بطريقة سهلة وبسرعة، ودي اسهل اكلة الواحد بيعملها اما بيكون مش لاقي حاجة يعملها. عندنا حلة هنحط فيها معلقة سمنة بلدي، او معلقة زبدة، ولو زبدة هتحطي عليها معلقتين زيت ذرة علشان ما تتحرقش. دول فصين مستكة هنشوحهم كده مع الزيت. هنحط كام حباية فلفل اسود اللي هو الحصى، وورقتين لورا، وهنشوحهم مع بعض كده في السمنة مع فصين المستكة عشان ريحتهم تطلع. وطبعا مجهزين اللحمة. انا بحب اقطعها شرايح ما تكونش تخينة عشان ما تاخدش سوا يعني مدة طويلة. دول فصين حبهان. هنشوح التوابل كده مع بعض شوية، وبعدين هنحط اللحمة. هنحاول نحط اللحمة ايه يعني تبقى على السمنة على طول كده جنب بعض جنب بعض مش فوق بعض، عشان تاخد صدمة من الناحيتين، ونقفل المسام ما تخرجش ميتها. بعد كده اما نيجي نقلبها القطعة اللي هتلاقيها خلاص اتحمرت وتيجي تقلبيها اي واحدة تلاقيها لازقة في الحلة ومش عايزة تطلع، يبقى هي لسه شوية عليها تصبري حبة. اللي هتلاقيها سلكت اقلبيها. هنشوحها كويس في السمنة لغاية ما تاخد اللون الحلو ده، ونكون محضرين جنبنا مية مغلية هننزلها عليها. طبعا بلاش مية باردة لان لسه هتاخد وقت تاني تغلي واحنا مش عايزين كده. اهو شايفين انا ما بميل السمنة خلاص كلها كده بقت ايه، مفيش مية نزلت من اللحمة خالص، لان احنا نزلناها على السمنة وهي مقدوحة، فالمسام بتاعتها اتقفلت ما خرجتش مية. شوحناها على الجنبين وخدت لون ذهبي، هنصب عليها المية المغلية. الطريقة دي بتديكي طبعا شوربة دسمة وريحتها جميلة، واللحمة كمان ما بتبقاش اللي هي اللحمة بيضة كده اللي هو المسلوقة اللون الفاتح ده، لا بتبقى لونها جميل. يعني حتى لو كلتيها مسلوقة وطلعتيها من الشوربة وسبتيها تنشف من الشوربة بتلاقيها كأنها اتحمرت تحمير خفيف. هننزل عليها المية المغلية لغاية طبعا ما نملى الحلة، وهنقشط الريم اللي هيطلع. بعد ما نشيل الريم والحاجات ده كلها اللي بتطلع على الوش، هنقطع بصلاية 4 كده ونحطها، وطماطمايه هنشققها كده عشان القشر ما ينزلش في الشوربة. وفي ناس كمان بتحب تحط جزراية صغيرة. كل ده بيدي طعم للشوربة. وبعد كده طبعا كل ده بنشيله بعد ما اللحمة تستوي. انا غالية مية عشان ازود، وهنغطيها ونسيبها تستوي. هنحط كمان معاها نص معلقة صغيرة سكر. هو بيسرع من سوى اللحمة، وفي نفس الوقت بيدي طعم جميل للشوربة. بس هنغطيها ونسيبها على نار هادية، هوطي النار ونسيبها تستوي على نار هادية. هنعمل بقى الرز. رز الفتة بيتعمل طبعا يا اما رز ابيض يا اما رز بشعرية، والاتنين حلوين. يعني احنا طبعا بنعملها هنا في القاهرة بالصلصة. في اسكندرية بيعملوش الصلصة للفتة، بيعملوها خل وتوم بس، لكن احنا بنعمل الاتنين. وبنعملها برز بشعرية، ولادي بيحبوا الرز بشعرية، لكن احنا كنا برضو زمان بنعملها دايما بالرز الابيض بس، والاتنين حلوين مع الفتة. هنحمر الشعرية في السمنة البلدي عشان يبقى ريحة الرز جميلة، ونحط عليهم برضو معلقتين زيت ذرة علشان بيخلي الرز مفلفل. اما الشعرية تتحمر هنحط عليها طبعا غسلة الرز ومصفياه من المية كويس. هنشوحهم مع بعض كويس علشان الرز ينشف من المية اللي غسلينه بيها. التشويحة دي طبعا بتخلي الرز يبقى مفلفل معاكي
وما يعجنش. ادينا حطينا الرز. ممكن ترش عليه رشة فلفل اسود بس خفيفة علشان ما تغيرش لون الرز. هنشوحهم مع بعض كويس لحد المية ما تنشف. وانا بصب عليه مية باردة عادي اما بعمله، مش شرط تكون مية مغلية، لان انا ببقى شوحته لغاية ما نشف من المية تماما، فما بحط عليه المية بتغلي بسرعة. انا هنا عشان ده رز للفتة، مش بعمله بحط عليه شوية شوربة والباقي مية، لان الشوربة بتخلي لون الرز يصفر شوية، لان هي طبعا مصفرة شوية من اللحمة، فانا ما بحبش اعمله بالشوربة تماما، بيخلي الرز يبقى غامق شوية. هنحط كبشتين شوربة ونكمل شوية مية عليهم ونظبط العقد بتاعه. انا طبعا عارفاه بالنظر كده ظبط الرز، يعني من كتر الواحد ما عمله يعني، لكن انت عارفة طبعا ان كل كوباية رز بتاخد كوباية مية. هنظبط ملحه بقى ونغطيه ونسيبه ايه يستوي، ونعمل بقى الصلصة. اهو شرب المية كده، هقلبه طبعا علشان ما يلزقش مني في القعر. انا نقلته على العين التانية ووطيت عليه. وهنحط هنا بقى نعمل الصلصة بتاعت الفتة. هحط معلقة سمنة بلدي وهحمر فيها فصين 3 توم مدوقين. انا كده طشيتها بمعلقة خل بعد التومة ما احمرت. هقلبهم تقلبتين كده بس عشان الخل يغلي، وبعدين هضيف الطماطم المعصورة وهحط لها ملح وهحط لها فلفل اسود. دلوقتي بقى هنحمص العيش. هجيب برضو صينية وهحمر فيها العيش اللي انا قطعته. هحط برضو معلقة زيت على معلقتين سمنة كده بلدي، وهشوح العيش معاهم علشان ينشف. طبعا معلقة السمنة ديت بتديله ريحة جميلة وبتخليه ما يعجنش اما تحطي عليه الشوربة السخنة. هنقلب فيه بسرعة بقى عشان ما يتحرقش، عشان الردة طبعا بتقع منه في قعر الصينية. انا الحتة اللي بلاقيها كبيرة بقسمها. الرز استوى اهو بقلبه. خلاص العيش اتحمص، مفيش بقى كده الا شوية الخل والثوم والرز طفيت عليه. هجيب الكسرونة الصغيرة دي لاني ما بعملش خل وثوم كتير، احط فيها معلقة سمنة بلدي ونحمر فيها فصين الثوم. حطيت عليهم نص معلقة كزبرة زي بتاعت طشة الملوخية كده عشان تبقى ريحتها حلوة. واول ما احمرت هحط عليها معلقة الخل، معلقتين كده قد معلقتين كبار. هقلبهم مع بعض وبعدين اصب عليها كبشتين الشوربة اللي انا عايزاهم، ولو محتاجة ملح هحط لها. هسيبهم يغلوا مع بعض غلوة واحدة كده او 2 عشان التومة بس تستوي، وهطفي عليها وكده يبقى حاجتنا كلها خلصت. هرص اللحمة في السمنة بعد ما اتقدحت، بتاخد لون بس كده على الوشين عشان محدش عندي بياكل اللحمة مسلوقة. ملاحظين ان هي شايفين لونها مش زي اللحمة المسلوقة العادية، مش فاتحة، لونها محمر كأنها متحمرة نص تشويحة. هقلبها كده على الوشين تاخد لون. بتحمر بسرعة طبعا في التيفال عشان يفضل قلبها طري ما تنشفش وما بتلزقش طبعا زي الألمونيوم. بس كده خلاص هنبدأ بقى نرص الفتة. هنجيب بقى طاجن، صينية، طبق صيني غويط اللي يعجبكم. هنحط العيش طبعا أول حاجة. أنا حتى لو العيش زيادة عندي بسيبه والرز موجود وده موجود، بعمل على قد الأكلة عشان تبقى كل مرة سخنة زي ما هي. ادي الرز مفلفل اهو مظبوط وجميل الحمد لله ومش لازق ولا اي حاجة. هنغطي العيش المحمص. هنظبط الطاجن كده. انا ما بحبش اعجن الرز بالمعلقة كده واسويه جامد، يعني يا دوب بس كده المنظر بس.
وهنجيب الصلصة بتاعتنا. هنحط الشوربة الأول. أنا جبت حبة شوربة طبعا صفيتها من كل الخضار اللي كنا حاطينه والفلفل الحب دوت وكل حاجة والحبهان. وهنسقي الطاجن حوالين داير عشان الرز ياخد من طعم الشوربة، وكمان العيش تحت يدبل كده. فاضل لنا الصلصة، هنحطها كده على الوش بأي شكل بقى تحبيه. وادي الخل والثوم هنحطه برضه على الوش. وبحط بقى في الحاجات اللي عندي ديت، بحط واحدة فيها الصلصة وواحدة فيها الخل والثوم. لو حد حب يزود قدامه يزود، يعني لو عايز صلصة اكتر، لو عايز دقة اكتر. وهرص كده شرايح اللحمة اللي حمرتها وبس كده تمام. خلصنا اكلتنا سهلة وبسيطة وخلصت كلها مع بعض. طبعا كلنا بنعمل الفتة اما بنكون محتاسين ومش لاقيين حاجة نعملها. وبألف هنا وشفا. هنجيب بقى الصلصة نحطها هنا عشان اي حد عايز ياخد معلقة صلصة زيادة. بحب احط كمان طبق شوربة سخن جنب الفتة لو حد بيحب يشرب الشوربة كده، او لو حد عايز الفتة اطرى من كده بيحط معلقة شوربة قدامه. فبحط دايما الصلصة والدقة بالخل والثوم وطبق شوربة سخن كده جميل جنبه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وسهل وبسيط وفكرة كويسة نقدر نعملها بسهولة اما نكون مش لاقيين حاجة نعملها للأكل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب لقناة حورية حسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.